اليوم شو جبت؟ طبعا انا فقت وفايقة من زمان وشربت كوفي، بس حسيت انه لا، بدي اشرب كمان فنجان ثاني، فجبت نسكافيه. فهذا كلياته رح خليه هون، حيكون قريب علي. وباخذ وانا غليت المي هون. انتو كيفكم اليوم؟ شو اخباركم؟ شو في ما في؟ طمنيني عنكم، طمنيني. عادي عادي، انا لسه هلا ما لمسح تمام. طمنوني عنكم. انا رح اشرب فنجان الكوفي تبعي، اثنين بواحد. رح احاول ما اشرب معهم سكر تمام، بما انه عم صير دبه، يعني دبه فبنحاول ما نحط سكر. ايون المي، يعني حنحاول نخلي 2 بواحد بلا سكر. يعني هن كان موجود 2 بواحد و3 بواحد، وانا بالعاده بجيب 3 بواحد مع سكر، بس خلص رح نشربه اليوم بدون سكر لاخر خطوه. بس بنحركها هيك هيك، لانه صباحيتي انا بما انه شمستي عاليه لهلا ما خلصت تمام. حنشرب هذا الفنجان ونحكي شوي مع بعض، بعدين ببلش يومي الجميل. بس يوه مستحيل بدون سكر. لازم هيك افتح الشباك مشان على فكرة بالشتاء بحس الهواء هيك نظيف، عن جد بحس كثير الهواء نظيف بالشتاء. حبايب قلبي انتو، هلا انا من امبارح بدي احكي لكم عن العملية اللي بدي اعملها، اللي انا لسه ما اخذت يعني قرار 100%، بس المفروض يعني اليوم اخذ قراري بصراحة، لانه انا امبارح عملت التحليلات. المهم انا من 3 سنين شافني دكتور، ما كان الموضوع ابدا ببالي، قال لي انت لازم تعملي عملية شفوني. يعني شايفين شفوني كيف؟ يعني حرفيا انا من 3 سنين شافني الدكتور وقال لي هذا الكلام، قال لي ضروري كثير تعملي عيونك. فانا انه حسيت لا، ما كان بدهم بصراحة. يعني من سنة لسنة صرت انا احس انه لا، يعني من سنة لسنة شفوني عم ينزلوا اكثر، لدرجة اني انا هديك السنة سألت الدكتور. شو قال لي الدكتور؟ قال لي الدكتور انه بتتحملي سنة سنتين. فانا عن جد يعني اقتنعت بكلام هذا الدكتور لما قال لي شفونك بتحملوا كمان سنة سنتين. فالمهم انا لما كنت بدبي اخر فترة صرت في من الشفون، يعني لاقي عيوني من فوق كتير مغرمة، لدرجة انه انا شوفوا يعني انا فيكم تقولوا يعني هذا جفن مو عين. يعني انا اذا برفع عيوني هيك شايفين بتبلش بتفتح عيني، ببلش انه يعني كيف بدي لكم، شوفوا انا عندي حرفيا بس جفن بس. فقال لي الدكتور انه، فانا عم بساله انه انا ليش صايره انه مثلا ايام بقعد بشوف تقل، يعني بشوف تقل، فبصير اشوف كثير هيك اشياء انه مسكره ناحيه من عيوني، فحسيت اني عم بتاذى بصراحه. قال لي الدكتور هذا سبب الجفن الزايد عندك، فهذا ما له منيح، وما له منيح لقدام شوي للنظر. فلما شافني هي السنه قال لي لا هالمره صار بدك، لانه انت من هديك السنه لهذا، يعني من هديك السنه لهي السنه فصار عندك ترهل اكثر من هديك السنه. فانا مشان هيك بصراحه بدي اعملها، بس لساتني هلا هي العمليه كثير عم بيقولوا لي عمليه بسيطه وما تخافي ما فيها شيء، لانه هي جراحه وانا بخاف بصراحه من الجراحه. قال لي الدكتور انه ما تاكلي هم، ما بتحسي بوجع، العمليه بسيطه. مو بس الدكتور، الكل عم بيقول لي العمليه بسيطه، والدكتور قال لي انه انت هي السنه لازم تعمليها، عادي ممكن تتحملي سنه ثانيه، بس الاحسن انه لا تعمليهم، لانه شايفين كيف. فانا ما بعرف بصراحه، يعني عملت التحليلات، الدكتور قال لي كل شيء تمام، والمفروض يحددوا العمليه بعد بكره، يعني بعد بكره المفروض تكون عمليتي. فما بعرف ليش متوتره كتير
مثلا خلينا نقول انا سهرانه وانعست، فبصير انا عيني ما بتبين، يعني انا بصير عيوني ما بيبينوا بسبب الجفن على قد مو نازل عندي. هلا اوكي انا معكم انه انا عيوني مبطنه، بس زائد مبطنه عم ينزلوا اكثر، حتى انا عم بحس على حالي. تخيلوا انا دائما بحس، وخصوصي عن جد هي السنه، انه في شيء قاعد فوق عيوني، يعني مو شيء انه طبيعي مني فيني، لا لا، في شيء قاعد فوق عيوني. فلهذا السبب انا عملت تحاليل امبارح، والتحاليل الحمد لله طلعت كلياتها تمام، يعني 100 بس انا متوترة والله كثير متوترة، ما بعرف ليش يعني، او انا عم وتر حالي لدرجة اني امبارح عم بحلم بس بالعملية. تخيلوا بس عم بحلم بالعملية، وانه هيك يعني تخيلوا جرح هون حيكون، هيك جرح هون حيكون، وليكو انا حرفيا حاعمل بس قص شفون، ما راح اعمل شيء ثاني، يعني انه ما راح نعمل هيك او هيك، لا 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 لا, لا ابدا. بس يعني شايف انتوا شوفوا، امبارح قاعده عم بعمل هيك قلت لي خلاص فتوسوست زياده، فهمتوا علي؟ فانا حسيت انه بصراحه بدي، يعني كثير بدي هي العمليه، بس شوي متوتره لانه جراحه بوشي، وخايفه انه يكون فيها وجع، يعني ما بعرف صراحه. وقالوا لي اني حاتورم، يعني حاتورم، ما مشكله، ما بيهمني انه ما مشكله اني اتورم، بس المشكله انه انا خايفه يكون في وجع، او انه يعني بتعرفوا يعني هي جراحه. وقالوا لي يعني حتى الدكتور اكد لي انه ما تخافي العمليه كثير بسيطه. مع العلم الدكتور لما شافني هديك السنه صراحه انا ما بعرف اذا احس بوجع ولا شيء، يعني انا لسه لهلا ما اخذت قراري لا احس بوجع او شيء، ما بعرف. مع العلم والله الدكتور لما رحت لعنده من شي سنه، فكنت انا عم بعمل عنده فيلر، تمام؟ قال لي لا انا بحبه لانه مثلا هو ماله تجاري ابدا، يعني بوقتها قال لي لا لحد الان انت ما بتحتاجي، وبتحمل ولسه عم تتحملي، بس حرفيا لما شافني هلا قال لي لا اللي صار بدك. انا اللي صار فيني من 3 سنين لما شفت هذا الدكتور، انا يعني ما كان ببالي بالمره، هو اللي قال لي من 3 سنين الدكتور قال لي انت كثير ضروري لازم تعملي هي العمليه. والدكتور كان تركي، تخيلوا ما كان سوري، يعني ما كان، يعني كان تركي، وقال لي انت هيك عملي، انت لازم تعملي، والله هيك على وشي قال لي انت لازم تعملي عيونك، لازم تعملي عمليه شفونك. فانا خفت، فانه لا يعني 3 سنين لا. فانا ان شاء الله اليوم يعني لازم على الاكيد اخبرهم مشان يحجزوا لي بالمشفى، يعني كثير ضروري اليوم اخبرهم. انا لهلا مالي اخذ قرار. انتوا بتقولوا لي تحسي بوجع او شيء؟ انا هلا بتوجع يعني لكم شايفين هذا الجفن، بس هذا الجفن اللي عندي هون راح ينقص وبس، يعني عيني على الاقل تفتح شوي، بس هذا الشيء اللي حيصير انه عيني حتفتح شوي، يعني انا حصير شوي، لانه انا بصراحه ما بعرف، بحس ايام طبطينة عيني حتوصل لتحت وبطل لي عيون، بس ما عاد تشوف عيوني الحلوه. فها هي العمليه، فانا لازم اخذ قراري، تمام؟ انا لسه ما اخذت قرار، والمشكله انا يعني اذا بدي اعملها لازم اعملها هلا، مشان من هون لرمضان انا اكون صرت منيحه وتمام، يعني يكون ما فيني شيء. ما بعرف، بس ان شاء الله اليوم المساء بخبركم ايه ولا لا ايه ولا لا. فانا ان شاء الله يعني اليوم المساء لازم اخبركم، لانه لازم اليوم كثير ضروري اخذ قراري، يعني مثل ما قلت لكم اليوم لازم رد خبر ايه، لانه اذا ايه هي على الاكيد ان شاء الله العمليه حتكون بكره بعد بكره، واذا لا فانا اكون لا يعني. بس لحد الان انا رح امشي
يعني لحد الان انا عم فكر بنصيحه الدكتور، بس لاني انا متاكده وكثير بعرف انه هذا الدكتور اللي انا بتعامل معه انه هو ابدا يعني ماله دكتور انه بس انه مشان اوكي مصاري انت لا لازمك تعملي عمليه شفونك. لا انا ما بحب ما بحب هاي الانواع من الدكاتره بصراحه. هذا الدكتور كثير انه الشيء بيشوفه انه انت ما محتاجتي، بيقول لك مالك بحاجه انك تعملي هذا الشيء. فانا لما طلع اني بدك، يعني حسيت انه للاسف يعني انا كان بدي انه يكون ما بدك، بس انه انت بدك. انا هيك طلع في انه بس انا الي لا ما في لسه. والله وانا اخر فتره طلعتني 3 ايام ورا بعض، اجتني فتره فيق من النوم حرفيا والله من دون اي مبالغه. شفوني يعني فيكم تقولوا مسكره على عيوني، انا افكر انه متورمه او نايمه على وش هيك فكر يعني. عم طلع لا، لانه انا جفني عم ينزل زياده عن اللزوم. فان شاء الله من هون للمساء شوف شو بصير معي. فانا اليوم حتلاقوني قاعده بالبيت وعم فكر بس برجع بقول لكم رح امشي بنصيحه الدكتور. يعني انا بدي منكم هلا تشجعوني، لانه انا عن جد واقفه على نكشه هلا. وبصراحه الكل عم بيقول لي انه انت بدك يعني. حتى سبحان الله انا لما صار الموضوع جدي فصرت انه اقول لا عن جد انا اوفر يعني عن جد بدي. فان شاء الله اليوم بشوف شو بيصير معي. الورم والحمار اجباري، يعني هي جراحه فاجباري حيصير عندي ورم وحمار. اما بالنسبه للليزر ما اظن يعني انا الكميه الجفن عندي يمشي حالها بليزر، وهيك يعني تطلع مثل الجراحه ما راح يمشي حالها بالمره. فمشان هيك الدكتور قال لي انت لازمك جراحه. صراحه بالنسبه للضعف بالرئيه مؤقتا انا هي ما بعرف، اول مره بسمع فيها. اجباري يمكن لانه من الورم ففتحت العين ما بعرف تصغر فبطل اشوف كثير، بس هي مجرد اول اسبوع بس. اما بعدين ان شاء الله بصير كل شيء تمام. ماما حتى نفس الشيء عم تقول نفس كلامك انه خلص سوي وارتاحي مشان ممكن ما الدكتور يشوفك لازم تسوي عيونك. هلا لقلبكم انا ربي ما يحرمني منكم، والله كلامكم بحس انه هلا حدق للدكتور قلت له وراح اقول له دكتور خلص انا اوكي اعتمدت على العمليه. والله هيك كلامكم كثير بريحني. ف يعني خلص سوسو هلا صارت مقتنعه 60%. الشر عن قلبك ايه بخيل قلبك، وانا كمان بموت فيكم. بالنسبه للوجع هيك عم بيقولوا لي انه الوجع كثير بسيط ما راح تحسي بالوجع، بس انا حزر شو بفكر عم بيقولوا لي هيك عم يضحكوا علي مشان انا اسوي العمليه وما اخاف. عرفتوا حكي الدكتورات تبع ما تاكلي ما راح تحسي بالوجع مشان انه يعني ما اخاف، وفجاه في هيك من العمليه عم بتوجع. وعلى فكره بالنسبه للبنج فالبنج حيكون عام ما راح يكون موضعي، يعني كثير جبانه بصراحه. فما بالكم اذا انا عم سويها وقال شو فايقه، فمشان هيك البنج كمان حيكون عام ما راح يكون موضعي. عن جارتنا بدي اجيب الطحين، شايفين هي قصة سجيرها ضحكني لجارتنا اعطيني كاسين طحين لانه سوسو اليوم مشتهيه على الشيش برك وما عندنا طحين، بدي اسوي شيش برك. جارتنا ان شاء الله ترد علي. رن موبايلها جارتنا. انا جارتنا كيفك؟ شو اخبارك جارتنا؟ جارتنا بدنا كاستين طحين. بدنا كاستين طحين لانه اليوم حاعملكم شيش برك. شيش برك غير شكل. فجأة هيك قلت سوس الطابق الثاني الله بدي يرضى اطلع عليكي. لفوق على الطابق الثاني. شوفوا على الطابق شايفين؟ مشان هذا الطحين صح؟ ايه هذا الطحين. يلا ان شاء الله لما اوقع هذا القطرميز الاجل. شيلي اذا سمحتي. ها
هلا انا رح اعمل كيلين لبن، فكاستين طحين بكفوا. تمام. انا عم بفتر هيك. تفضلي جارتنا. طلعت على الكرسي مشان طول لاني ما بطول. هلا رح ناكل ششبرك. ششبرك غير شكل. ايه والله. اوكي. طعميكم اليوم ششبرك. ما انه انا لازم دلل حالي عندي عمليه. هذا الكوب نفس الكاسه. هلا هذا مو كبير. يلا عمليه اذا بزيد. ابي اعملهم اذا زاد عجين عادي فيني خليه بالفريزر على فكره. تمام. بتعملي فيه فطاير جبنه، بتعملي فيه لانه بدي اسوي اليوم الشبرك بتدلع حالي. انا كثير بحبها. زيد احسن ما بس ايوه خلص تمام. حرجع لك اياه. هي شوي نعمل هي الحركه. سلم ايديكي. شكرا. وهي الطحينه. هذا رح رجعه كمان. اوكي. شكرا. ميرسي. ليبيا. يلا خلصي وانزلي. تمام. اوكي. شو يي جارتنا عم تعمل ملوخيه. شوفي. شوفوا يا سلام. هاي الملوخيه هون والرز بالشعريه. بس للاسف انا اليوم حسوي ششبرك. يلا خلصي اوكي. وانزلي. اوكي. شايفين يعني هيك لما بيكون عندكم جيران وبتطلعوا. لا اسكت هيك انا سويت. وهذا الطحين بس بحس كثير هدول ليش سويهم؟ لانه حاعمل كيلين لبن، نص كيلو لحمه مع كاستين طحين. بس انا كاستين الطحين كنت لما طلعت عن جارتنا جبت طحين. جارتنا عم تعمل ملوخيه. طلعت على الكرسي جبت الطحين. هدول هلا فورا بدي اسويهم الطحينات. بس امي مو كتار هدول كاستين بس كوب كبير. قصدي مو انه كتار ولا لا. خلص سويهم كلهم. حسويهم كلهم. هي اليوم المجلة حتشهد علي اني حسوي ششبرك غير شكل.